جعلني الله فداك. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. والأعداء ينصبون الشباك في الأسواق، والأعداء ينصبون الشباك في المسلسلات والأفلام، والأعداء ينصبون الشباك في مواقعهم الإلكترونية، والأعداء ينصبون الشباك في الاختلاط في الدراسات الأكاديمية والجامعية والعليا، هي شباك، فلا تقترب منها. ابتعد عن الفتنة، ابتعد عن الشر. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولم يقل الله ولا تزنوا. وقوله عز وجل ولا تقربوا أبلغ في التحريم. فإذا كان ربنا عز وجل حرم الاقتراب، فما بالك بالزنا ذاته؟ حرم الاقتراب، وصور الاقتراب كثيرة جدا، فكيف يلج الإنسان الفتنة ويقترب منها ويتألم؟ أين أخذك بالأسباب؟ ولا تقربوا الزنا. رجل في الاختلاط أنت لم تقترب فقط، أنت وقعت في الفساد. فالاختلاط من الاقتراب، والنظر من الاقتراب، والدخول في أماكن تعرف فيها الفتنة من الاقتراب. ولهذا الواجب على المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يكثر من الدعاء، وهذا من أسباب تخليصك من هذا البلاء. كثير من الشباب يتألم يتوجع، أنقذوني أنا أغرق في وحل الشهوات، إن الأعداء ركزوا علينا كثيرا. ابتعد أيها الشاب، ادعو الله. جاء شاب يحب الزنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لديه نفس تواقة، لكنه لا يريد أن يعصي الله، يريد رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لممارسة الفاحشة والزنا. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أبح للزنا. فنظر النبي إليه عليه الصلاة والسلام، ثم لم ينهره ولم يقهره، لأن النبي وجد صلاحا فيه وخيرا فيه، لا يريد أن يعصي الله، يريد رخصة شرعية حتى لا يقع فيما حرم الله عليه بلا إذن شرعي. قال له عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ تأمل الشاب وقال لا يا رسول الله، عظم الأمر عليه، أمي تزني؟ قال لا يا رسول الله، لا، جعلني الله فداك. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك، لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله. قال فكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال فكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. فضرب النبي على صدره وقال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. قال الشاب فوالله لقد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، أحب الزنا، ولقد خرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. لا إله إلا الله. أكثر من هذا الدعاء، اللهم طهر قلبي وحصن فرجي، اللهم طهر قلبي وحصن فرجي. فإذا علم الله منك إقبالا وذلا أعانك.